كان هناك طفل ولد بدون فم. عندما ذهب لرؤية الطبيب أخرج الطبيب إبرة وخيطا وطلب من الطفل أن يخيط فمه بنفسه. ثقا بالطبيب تحمل الطفل الألم وبدأ في الخياطة، ومع ذلك كان لهذا ثمن باهظ. بعد أن جاع لمدة 18 عاما قرر الطفل شراء فم ليتمكن من تناول الطعام، لكن عندما وصل إلى متجر ملامح الوجه تجمد الدم في عروقه من المنظر أمامه. كان صاحب المتجر يمتلك 6 عيون. بعد أن نظر حوله لاحظ الطفل زوجا من العيون تبدو طبيعية نسبيا، أخذها ووضعها في محاجره ليجربها. على الفور انفجر عالمه الذي كان مظلما من قبل بألوان زاهية. لأول مرة رأى الطفل مظهره الخاص، ولكن في الثانية التالية فقدت العيون السيطرة ورأى نفسه يتحول إلى وحش. خائفا وفي حالة من الذعر حاول الطفل أن يمزق عينيه بيديه، لكن بدا أنها قد اندمجت معه. لحسن الحظ في اللحظة الحاسمة تدخل الرجل الذي أحضره إلى هناك وأخرج عينيه بضربة واحدة. سقطت مقلتا العينين وتدحرجتا مباشرة نحو منزل جيري. ثم جرب الطفل عدة عيون لكن لم يناسبه أي منها. بدون خيار آخر قرر المالك والرجل أن يبدأوا بتجهيزه بفم. أخذ الرجل فما ووضعه على الطفل. اعتقدوا أنه أجمل فم في العالم، لكن الطفل شعر بعدم الارتياح عند التحدث به. بناء على اقتراح المالك بدأ الطفل في تجربة مجموعات كاملة من ملامح الوجه، جميعها منتجات عالية الجودة تم اختيارها بعناية. ومع ذلك بعد العديد من المحاولات لم يناسب أي منها وجهه تماما. بدون بدائل أخرى قام المالك بتركيب نسخة محسنة من نفس المجموعة، لكنها ظلت تبدو غير متناسقة على وجه الطفل. بحلول ذلك الوقت حتى الرجل الذي كان هادئا حتى الآن بدأ يقلق. نظر كلاهما إلى المالك طلبا للمساعدة. لتحقيق رغبة الطفل في الأكل قرر المالك إخراج سلاحه السري. عندما فتح الصندوق ذهل الطفل. السلاح السري المزعوم كان عبارة عن مجموعة من